السلام عليكم طلاب الصف الخامس الابتدائي. معاكم مستر أحمد كامل. إن شاء الله هنشرح مع بعض الدرس الثاني من الوحدة الثانية، حياة المصري القديم، عصور ما قبل التاريخ. طيب أنت أخدت قبل كده ملامح بسيطة عن المصريين القدماء والحضارة المصرية القديمة، وإنها كانت قامت على ضفاف نهر النيل، وده بسبب وجود المياه العذبة والتربة الخصبة وخلافه. لأن المياه العذبة والتربة الخصبة خلت فيه زراعة، والزراعة علمت الإنسان حاجات كتير. ومن هذا المنطلق بدأ الإنسان أو بدأ المصري القديم يخطو نحو التقدم، وإن هو يبني الحضارة اللي احنا بنشوفها النهاردة، الحضارة المصرية القديمة. طيب احنا أول حاجة نعرفها إن قامت الحضارة المصرية القديمة على ضفاف نهر النيل. طبعا أنا عرفت قبل كده إن المصري القديم كان ذكي جدا، وكان عنده مهارة في إن هو يستخدم العلوم المختلفة، وإن هو يستخدم الطبيعة من حوله، إن هو يسخرها ليه يستفاد منها. فهنا المصري القديم بدأ إن هو يستثمر، زي ما قلنا الدرس اللي فات، بدأ إن هو يستثمر في الموارد الاقتصادية المختلفة والموارد الطبيعية عشان يحقق الإنجازات العظيمة في كل العلوم المختلفة اللي أنت بتشوفها النهاردة. طيب ومن ضمن العلوم ديت هو بارع المصري القديم في رسم الخرايط، ومش الخريطة بس عشان يعرف مكانه فين بالنسبة للعالم، لكن لأ، هو كان بيستخدم الخريطة عشان يعرف المناجم اللي كان بيطلع منها المعادن موجودة فين، زي مناجم الذهب اللي موجودة في منطقة وادي الحمامات. طيب واستخدم الخرائط برضو عشان يعرف مواقع البناء بتاعته موجودة فين، والقنوات المائية. القنوات المائية اللي هو مثلا ممكن اشبهها لك زي الترع اللي هي بنستخدمها في ري الاراضي الزراعية. فهنا كانت من ضمن اهم البرديات، بردية. انت عارف طبعا ان المصري القديم استخدم ورق البردي عشان يسجل عليه حياته اليومية واحداثه، وديت كانت من ضمن برضو احداثه، من ضمن التاريخ اللي بيسجله وبيدونه على ورق البردي، ان هو يعرف اماكن المناجم اللي بيستخدمها فين. فكان في عندنا بردية اسمها تورين تم اكتشافها خلاص، ومن خلال فحص البردية دي قدرنا نعرف ان المصري القديم سجل على البردية دي مواقع مناجم الذهب، خاصة في منطقة وادي الحمامات. طيب السؤال هنا بيجي لي ازاي اجي اقول لك دلل على صحة العبارة برع المصري القديم في رسم الخرايط؟ الدليل اللي يثبت ان المصري القديم برع في رسم الخرايط، اقول له حيث تعرفنا بردية تورين على مواقع مناجم الذهب في منطقة وادي الحمامات. بس كده؟ لا، في تاني، وتحديد مواقع البناء والقنوات المائية. ده الدليل اللي يثبت ان المصري القديم كان شاطر جدا ومتميز في رسم الخرائط. طيب ده كده بالنسبة يعني نبذة بسيطة عن المصري القديم واستخدامه للخرائط. طبعا عشان احنا بنتكلم في دراسات يبقى لازم نربطها بقصة الخرائط والكلام ده. طيب احنا الدرس عندنا بيكلمني عن حاجة اسمها عصور ما قبل التاريخ. ايه عصور ما قبل التاريخ دي؟ ما قبل التاريخ هي عصور ما قبل معرفة الإنسان للكتابة. الإنسان تعرف على الكتابة في 3200 قبل الميلاد على ما أعتقد. هي تاريخ مش مطلوب منك ومش مذكور عندك في كتابك، لكن حابب تعرفه مفيش مشكلة. تم اكتشاف الكتابة عند المصري القديم في 3200 قبل الميلاد. فيما بعد اكتشاف الكتابة هنا بدأ التاريخ. عشان كده دايما بنقول في نشرات الأخبار أو في الأحداث السياسية وخلافه، يقول لك إن مصر جت وجه التاريخ، مصر اتوجدت واتكتب التاريخ. من هنا جه المنطلق ده. يعني احنا مش بنقول الكلام ده شعارات بس عشان نحببك في بلدك بكلام مش صحيح. لا، هو فعلا الكلام ده صحيح، ان مصر جت وجه من بعدها التاريخ. فعصور ما قبل التاريخ هي عصور ما قبل معرفة الإنسان للكتابة. ده تعريف نحفظه كويس جدا. دلوقتي احنا هنتعرف على العصور اللي موجودة قدامنا دلوقتي، عصور او العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث وعصر المعادن وعصر ما قبل الأسرات. طيب تعال نتعرف عليهم كده. العصور دي المصري القديم كان عايش فيها ازاي، بيعمل ايه، طريقة حياته كانت عاملة ازاي، وازاي تطور من عصر الى اخر حتى وصل الى الحضارة المصرية القديمة العظيمة اللي انت بتشوفها النهاردة. طيب تعالى نروح على اول
عصر عندنا هو العصر الحجري القديم. العصر الحجري القديم ده كان المصري القديم بيعيش فيه فوق الهضاب. فوق الهضاب انت عرفت قبل كده من رابعه ابتدائي ايه هي الهضبه وشكلها عامل ازاي. فكان بيعيش فوق الهضاب، وكان بيسكن في الكهوف. المسكن بتاعه البيت بتاعه كان الكهف. طب ايه الهضبه يا مستر؟ انت لسه قايل ان هو كان بيعيش فوق الهضاب. لا، في فرق المكان اللي انا عايش فيه والمكان اللي انا بسكن فيه. السكن هو البيت المنزل بتاعي. المكان اللي انا عايش فيه ده الحي او المدينه اللي انا بعيش فيها. خلاص كده. فالمكان اللي كان بيعيش فيه عاش المصري القديم في العصر الحجري القديم فوق الهضاب. طيب السكن بتاعه كان الكهوف، كان بيسكن الكهوف. حاجه بص هشبهها لك شفت الجحور، الجحر اللي بيستخبى فيه الحشرات او الحاجات اللي زي دي. هو بيبقى برضه حاجه شبيهه بالجحر كده جوه الهضبه. خلاص كده. طيب في العصر ده بدأ المصري القديم يكتشف النار. وطبعا استخدامات النار في ان هو مثلا يستخدمها في طهي الطعام، يستخدمها مثلا في مواجهة الحيوانات المفترسة وخلافه. بس ده كان يعني استخداماته للنار في التوقيت ده. فالنار هنا تم اكتشافها في العصر الحجري القديم. كان المصري القديم في التوقيت ده لما كان عايش فوق الهضاب كان حياته بنقول عليها حياة تنقل وترحال. ليه حياة تنقل وترحال؟ المصري القديم كان عايش بيتنقل من مكان للتاني، كان بيرحل من مكان للتاني بحثا عن العشب والمياه. يعني كان بيروح مكان، المكان ده فيه زراعة، مكان ده فيه مياه، يقعد في المكان ده لغاية ما الزرع يخلص خالص، ولغاية ما المية اللي موجودة فيه تجف أو تخلص خالص، يبدأ ينتقل لمكان آخر برضه فيه زراعة، فيه حيوانات، فيه مياه وخلافه، ويبدأ يستقر فترة بسيطة جدا مؤقتة ويبدأ ينتقل مرة تانية. فهو كان بينتقل من مكان لآخر بس عشان يصطاد الحيوانات لصيد الحيوانات وجمع الثمار. هنا هحط لك بما تفسر في النقطة دي. هاجي اقول لك بما تفسر عاش المصري القديم حياة تنقل وترحال. هو ليه المصري القديم عاش تنقل وترحال؟ اقول له بسبب ايه؟ صيد الحيوانات وجمع الثمار. طيب ايه الادوات اللي المصري القديم كان المواد الخام اللي كان بيصنع منها ادواته؟ كانت الحجارة. ما كانش يعرف غيرها، دي الحاجة الوحيدة اللي كان بيصنع منها الأداة بتاعته سواء كانت سلاح أو خلافه. فكان بيصنعها من الحجارة. الحاجات اللي احنا قلناها ديت هي أي نعم هي بسيطة جدا وسهلة، لكن خد بالك منها وركز يعني ركز فيها كويس جدا، لأن في حاجات تانية هنقولها برضو. المصري القديم عمال يتطور من عصر إلى عصر وخلافه عشان تعرف الفرق ما بينهم. خلاص. يبقى تاني العصر الحجري القديم عاش في المصري القديم فوق، قول معايا، فوق الهضاب. طيب كان بيسكن في الكهوف. اكتشف النيران. كان النشاط اللي بيعتمد فيه على غذائه كان صيد الحيوانات وجمع الثمار. طب بما تفسر اعتمد المصري القديم على التنقل والترحال لصيد الحيوانات وجمع الثمار. من الأدوات التي أو كان المصري القديم يصنع أدواته في العصر الحجري القديم من نقط، يبقى من الحجارة. طيب العصر الحجري الحديث بقى بدأ المصري القديم ان هو الامر يتطور بشوية، لكن حصلت حاجة، حصل حدث خلى المصري القديم او غير مسار المصري القديم خالص. غير ملامح حياة المصري القديم خالص. كنا بنقول هنا انه كان بيتنقل ويرحل من مكان الى اخر. في العصر الحجري الحديث لا، هنتكلم في استقرار، ان المصري القديم هيستقر في مكانه. طيب هحكي لك عن حدث حصل فوق الهضاب لما كان المصري القديم عايش هناك. حصل نوع من الجفاف، قلة سقوط المطر يعني بمعنى أصح. فبالتالي طالما مفيش مطر يبقى مفيش زراعة، يبقى مفيش ثمار، يبقى مفيش حيوانات. طب المصري القديم هيفضل يعمل ايه؟ يبقى زي ما احنا قلنا في الأول هيعمل ايه؟ هينتقل. لما انتقل هنا نزل قعد جنب نهر النيل، قاعد على ضفاف نهر النيل. مش قاعد على المية عشان ما حدش يسرح بخياله، بس هو مش قاعد على المية، قاعد على ضفاف نهر، على جوانب نهر النيل. خلاص كده، عشان بس معظم الطلبة يخليها بيسرح ويقول ازاي قاعد على المية. فهنا قاعد على ضفاف نهر النيل. احط لك سؤال قبل ما نكمل. لما اجي اقول لك ما النتائج المترتبة على حلول الجفاف فوق الهضاب، طبعا انت مش عارف ترد. طب تعالى اوضحها لك وشوف هتفهم اكتر ولا لا. ايه اللي حصل لما المصري القديم لما كان عايش فوق الهضاب حصل جفاف؟ ما بقاش في مطر وما بقاش في زراعة وما بقاش في حيوانات. راح فين؟ عمل ايه؟ تقول لي نزل او هبط الى ضفاف نهر النيل، او استقر بجوار ضفاف نهر النيل. خلاص كده. طيب تعال نجيب السؤال بطريقة مختلفة. لما اجي اقول لك بما تفسر استقرار المصري القديم
على ضفاف نهر النيل. هو ليه المصري القديم استقر على ضفاف نهر النيل؟ اشمعنى؟ ايه اللي حصل قبل كده خليته يسيب مكانه ويمشي يروح يستقر عند ضفاف نهر النيل؟ اقول له بسبب ايه؟ حلول الجفاف فوق الهضاب. طيب تعال نشوف بقى عاش فين. انت خلاص قعدت اهوت جنب نهر النيل، يعني مياه عذبة، يعني تربة خصبة، يعني زراعة، الدنيا تمام في المنطقة دي. طيب تعال نشوف المسكن هنا هيبقى شكله ازاي. المصري القديم هنا انا قلت لك لما قعد جنب نهر النيل على ضفاف نهر النيل بدأ الى حد ما ان هو يستقر، بدأ ان هو يتعلم زراعة، بدأ ان هو يربي الحيوانات. فلما انا خلاص انا الارض ديت انا زرعتها، والحيوان ده بدل ما كنت بصطاده لا بقيت اربيه، استئناس الحيوانات. فهنا الحياة الى حد ما بدأت تستقر. طب طالما هستقر هبني بيت اي كلام؟ لا. طب هعيش في اي مكان كده وخلاص؟ لا، ده انا المفروض هعمل لنفسي بيت هستقر فيه لفترة طويلة جدا. فبالتالي بدأ يبني البيوت بتاعته من الطوب اللبن، اللي هي البيوت القديمة اللي موجودة في القرى، اللي هي بنقول عليها بيوت الطين. خلاص، او البيوت اللي هي البيوت القديمة دي. طيب يبقى هنا مسكن المصري القديم كان بيتكون من الطوب اللبن. لكن كان المسكن بتاعه في العصر الحجري القديم، افتكر كده، كان الكهوف. فعشان نفرق لو جيت اقول لك قارن. طيب النشاط هنا كان بيعتمد المصري القديم على التنقل والترحال لصيد الحيوانات. طب النشاط هنا عارف الزراعة وتربية الحيوانات. طيب الادوات هنا كان بيصنعها من الحجارة. طب الادوات في العصر الحجري الحديث لا، اكتشف حاجة جديدة بقى اسمها الفخار. خلاص كده. طيب تعالى اديلك سؤال في الحتة دي كده. اجي اقول لك بما تفسر، او معلش، ما النتائج المترتبة على استقرار المصري القديم على ضفاف نهر النيل؟ ايه اللي حصل لما المصري القديم استقر على ضفاف نهر النيل؟ هرص له كل الكلام ده، اقول له حيث عرف الزراعة وتربية الحيوانات، وبنى منزله من الطوب اللبن، وصنع ادواته من الفخار والحجار. لما استقر على نهر النيل عرف الثلاث حاجات دول. خلاص كده. طيب سؤال تاني برضو بنفس الإجابة، هاجي أقول لك دلل على صحة العبارة. تطورت حياة المصري القديم في العصر الحجري الحديث. إيه الدليل اللي يثبت إن المصري القديم لما دخل في العصر الحجري الحديث ده حياته بقت أفضل، بقت أحسن، بقت مستقرة، بقت متطورة أكتر؟ طب إيه الدليل اللي يثبت على كده؟ نفس الإجابات. هقول اتكلم عن الثلاث حاجات دول. خلاص كده. طيب ندخل على العصر اللي بعده، هو عصر المعادن. عصر المعادن تفتكر هكلمك عن ايه؟ هكلمك عن المعادن اللي اكتشفها المصري القديم. خلاص كده. من ضمن المعادن دي عندي معدن الحديد ومعدن النحاس. فلما اجي اقول لك هنا دلل على صحة العبارة. عرف المصري القديم في عصر المعادن المعادن مثل الحديد والنحاس، او احنا قلنا الإجابة كده. تاني دلل على صحة العبارة. عرف المصري القديم المعادن. ايه الدليل اللي يثبت ان المصري القديم عرف المعادن؟ اقول له حيث اكتشف المعادن مثل الحديد والنحاس. طيب بما تفسر أهمية الحديد والنحاس عند المصري القديم؟ هما مهمين في ايه عند المصري القديم؟ طبعا المصري القديم او المعادن بشكل عام انا بستخدمها في صناعة الادوات. خلاص كده. اقول له استخدمها في صناعة ادواته. اعمل حسابك احنا خلصنا كده التلات عصور دول. ممكن اجي اقول لك قارن بين آه وليكن مثلا الادوات التي استخدمها المصري القديم في كل من العصر الحجري القديم والحديث وعصر المعادن. هنا اقول له صنعها من الحجارة، هنا اقول له صنعها من الفخار والحجارة، هنا اكتشف المعادن. خلاص كده. طيب نيجي بعد كده لعصر ما قبل الأسرات. خلاص كده. قبل ما نتكلم عن عصر ما قبل الأسرات في حاجة أنا عايز أكلمك عليها، موجودة في الجيزة جنبنا هنا. حاجة اسمها القرية الفرعونية، موجودة في محافظة الجيزة. والقرية دي بتعتبر هي محاكاة للحياة اليومية للمصريين القدماء. لما تدخل القرية دي تحس إن أنت عايش في تعيش من 3 4000 سنة. وزارة السياحة، وزارة الآثار لما عملت المكان ده، عملت المكان كمحاكاة ان انت لما تدخل المكان ده تحس ان انت عايش في قرية فرعونية بجد. نفس البيوت اللي كانوا بيعيشوا فيها، نفس اللبس اللي كانوا بيلبسوه، نفس الادوات اللي كانوا بيستخدموها، بنفس طبيعتهم ونفس حياتهم. فالقرية الفرعونية هي قرية تعرض محاكاة للحياة اليومية عند المصريين القدماء بمحافظة الجيزة. افتكر هي فين عشان بتيجي دايما في سؤال اكمل. طيب عصور هنا ما قبل الاسرات دي قبل الأسرات دي الفترة اللي سبقت مصر قبل ما تتوحد على إيد ملك واحد.
يعني مثلا هي كانت كان بيحكمها ملوك كتير، كتير جدا. فعشان كده جه في الاخر ملك قدر ان هو يوحد الدولة كلها تحت حكمه هو وتحت قيادته هو. خلاص كده. طيب عصور ما قبل الأسرات هي الفترة التي سبقت توحيد مصر تحت حكم ملك واحد. طيب احنا كنا بنقول ان المصري القديم هنا كان او قبل كده في العصر الحجري الحديث كان بيبني بيته من الطوب اللبن. طب ما بيت جنب بيت جنب بيت بقى تجمع من البيوت فعمل لي قرية. فهنا لما اجي اقول لك اكمل العبارات التالية، نشأت القرية من نقط، تقول لي تجمع من المنازل. خلاص كده. طيب المدينة، المدينة هنا بتبقى مثلا تجمع قرى، قرية جنب قرية جنب قرية عملت لي مدينة. فهنا نشأت المدينة من تجمع من القرى. يبقى القرية تجمع من المنازل والمدينة تجمع قرى. خلاص كده، مجموعة من القرى. المدينة هنا بقى شكلها بيختلف شوية. المدينة هنا ليها حاكم، ليها سور، سور كده حوالين المدينة. خلاص كده، القصور وليه باب حوالين المدينة. خلاص كده. طيب وليه جيش. طيب الجيش طبعا انت عارف ان هو بيحمي المكان، والحاكم مهمته هي ادارة او رعاية مصالح الشعب. خلاص كده. طب لما اجي اقول لك بما تفسر كان لكل مدينة حاكم وجيش، اقول له حيث كان الحاكم لرعاية مصالح المدينة والجيش لحمايتها، كل واحد ليه مهمته ووظيفته. طيب الشكل الثالث بقى عند الأقاليم، اللي هو النهاردة أنا ممكن أقول عليها المحافظات. يعني لو هنقربها شوية عشان تبقى أنت فاهم، المحافظات يبقى أنا عندي قرية، عندي مدينة، عندي إقليم. طب أنا قلت القرية مجموعة من المنازل وقلت المدينة تجمع من القرى، تبقى الأقاليم مجموعة من القرى والمدن. خلاص كده. اللي هو زي ما أنت أخدت قبل كده تعريف المحافظة، دي مجموعة من الأحياء، مساحة من الأرض تضم مجموعة من الأحياء والمراكز. نفس القصة هي بتضم برضو مجموعة من القرى والمدن. فخلي بالك السطر الأولاني من الثلاث نقاط دول، قرية ومدينة وإقليم، دايما بيجوا في أكمل نشأت، ده نشأت من إيه ودي نشأت من إيه وخلافه. الإقليم بقى حاجة أكبر وأوسع شوية، فبالتالي كان لكل كل إقليم معبود، حاجة بيعبدوها، شعار، حاجة بترمز ليهم، عاصمة هي اللي موجود فيها الحاكم وخلافه، طبعا حاكم بيدير شؤونها وجيش لحمايتها. فطبعا لو حطيت لك هنا بما تفسر كان لكل إقليم حاكم وجيش، تقول لي طبعا حيث يقوم الحاكم بإدارة شؤون الإقليم والجيش لحمايته. تمام كده. كده إلى حد ما طلعنا كل الأسئلة اللي ممكن نلاقيها في الثلاث مناطق دول. طيب مش احنا كنا بنقول ان في عندنا هنا معبود وشعار وعاصمة وحاكم وجيش طب تعالى نتعرف على الحاجات دي كلها. مصر كانت متقسمة عندي لمملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. مملكة الشمال مين اللي موجود عندنا في شمال مصر؟ بص كده، مين اللي موجود هنا؟ البحر المتوسط، يعني منطقة بحرية. يبقى مملكة الشمال هنا بسميها أقاليم الوجه البحري أو مملكة الوجه البحري. طب تعالى نتعرف على كل حاجة فيهم. الوجه البحري أو مملكة الشمال ليها عاصمة اسمها بوتو، العاصمة دي اسمها بوتو. طيب شعار العاصمة دي أو شعار المملكة دي إيه؟ النبات بتاعنا اللي احنا عارفينه قبل كده اللي هو نبات البردي. طيب اللون بتاع التاج اللي الملك بيلبسه على دماغه ده، اللون بتاعه أحمر. المعبود اللي هما كانوا بيعبدوه كان ثعبان الكبرى. تاني، كانت مملكة الشمال اللي احنا بنسميها وجه بحري خلاص او اقاليم الوجه البحري لانها موجودة عند البحر المتوسط، كان لها عاصمة اسمها بوتو، كان لها شعار اسمه نبات البردي، كان ليه لون تاج لون احمر، كان ليه معبود اللي هو الثعبان الكبرى. طيب تعالوا نروح كده عند مملكة الجنوب. مملكة الجنوب هنا اللي هو تحت، اللي هي عند وادي النيل كله لغايه ما توصل تحت عند اسوان، ديت منطقه الوجه القبلي. فاكر لما كنت بتاخد محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي والكلام ده، وكانت محافظات الوجه القبلي كانت كلها على وادي النيل، هي نفس القصه. فبالتالي كنا بنقول على مملكه الجنوب اقاليم الوجه القبلي، برضه لها عاصمه وشعار ولون تاج ومعبود. طيب العاصمه زي مين؟ نخب في الجنوب هنا. شعار زهرة اللوتس زي ما انت عارف اللي كان معمول على شكلها برج القاهرة، نفكر بعض. لون التاج عندنا لون أبيض. المعبود بتاعهم كان أنثى النسر. حاجات كتير
لازم اركز فيها عشان ما اتلخبطش، عشان مش هقول لك في متشابهات، لكن في حاجات كتيرة قوي ممكن تتلخبط ما بين عاصمة الشمال وعاصمة الجنوب. فابسط حاجة تخليني اتذكر كل المعلومات اللي زي ديت المقارنة. سؤال بتاع قارن ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب من حيث العاصمة، الشعار، اللون، المعبود. ذاكر مع نفسك كده في النقطة دي بالذات، ذاكر بسؤال قارن. خلي ماما قاعدة جنبك كده وتقول لك قارن ما بين عاصمة الشمال وعاصمة الجنوب، تقول لها عاصمة الشمال بوتو وعاصمة الجنوب نخت. قارن ما بين المملكتين من حيث لون التاج، تقول لها لون تاج الشمال احمر ولون التاج الجنوب ابيض. خلاص كده اتفقنا. النقطة ديت هناخدها بس ومذاكرة كمقارنة. خلاص كده. طيب احنا خلاص وصلنا لنقطة النهاية، ان بقى في عندنا دولة متكاملة الاركان، دولة كلها تحت قيادة حاكم واحد بجيش واحد وخلافه. طيب امتى بدأت تكون عندنا دولة واحدة؟ كان في عندنا وحدة أولى. يعني ايه الوحدة الأولى؟ الوحدة الأولى ديت اللي هو ان البلد كلها او الدولة كلها كانت مجموعة من الأقاليم، صح كده؟ لا، الأقاليم دي كلها توحدت في حاجة واحدة بس تحت قيادة حاكم واحد. الحاكم ده كان من مملكة الشمال. يبقى نفتكر كده ان الوحدة الأولى كانت عن طريق حكام مملكة الشمال. لما جم يعملوا هنا وحدة ان يوحدوا مصر كلها تحت حكم حاكم واحد، عملوا ليهم عاصمة كان اسمها اون هيليوبلس. اون هيليوبلس، خلاص كده، اللي هي طبعا عين شمس دلوقتي. اون هيليوبلس دي كانت اول عاصمة للبلاد. طيب لكن المشكلة ان الوحدة دي ما اكتملتش في الاخر، وسرعان ما فشلت ورجعت البلاد اتقسمت مرة تانية. طب هحط لك السؤال، هاجي اقول لك ما النتائج المترتبة على فشل الوحدة الأولى للبلاد؟ تقول لي أدى ذلك إلى انقسام البلاد إلى مملكتين. إن النتائج اللي ترتبت على فشل الوحدة، البلاد رجعت مرة تانية تنقسم لمملكتين. خلاص كده. طيب الوحدة التانية بقى، الوحدة التانية هنا جت سنة 3200 قبل الميلاد. يعني قاف ميم دي يعني قبل الميلاد. هو يعني ايه قبل الميلاد يا مستر؟ انا بشوف عندي بنكتب على السبورة في عندنا التاريخ الهجري، في عندنا التاريخ الميلادي، وهنا طبعا دلوقتي جاي بتقول لي قاف ميم يعني قبل الميلاد. التاريخ الهجري يعني هو مش مطلوب منك، بس طالما ذكرنا التواريخ يبقى نعرفها مع بعض كلها. التاريخ الهجري اللي هو منذ هجرة الرسول من مكة إلى المدينة. التاريخ الميلادي هو منذ ميلاد السيد المسيح اللي هو سيدنا عيسى. قبل الميلاد يبقى قبل ميلاد السيد المسيح برضو اللي هو سيدنا عيسى. يبقى المقصود هنا بقاف ميم او اللي هي قبل الميلاد هي الفترة الزمنية التي سبقت ميلاد السيد المسيح. خلاص عشان تبقى عارف. طيب الوحدة الثانية ديت اللي عملها الملك اسمه مينا او نارمر او نعرمر. ايه يا مستر انت بتقوله ده؟ هو التلاتة، او مطلوب منك قول مينا بس تتلخبط قول مين. بس لو جه قدامك كلمة نعرمر هو الملك مينا، ولو نرمر هو الملك مينا. خلاص كده هم التلاتة واحد. يعني كان في عندنا حاجة جميلة قوي موجودة في المتحف المصري، كان اسمها صلاية نعرمر او صلاية نار اللي هو الملك مينا يعني. خلاص دي يعني حاجة كده بتوضح انتصارات المصري القديم او الملك مينا على الاعداء. طيب الملك مينا هنا لما قدر يوحد البلاد للمرة التانية، الراجل ده كان من مملكة الجنوب وخاصة من مدينة طيبة اللي هي محافظة الأقصر النهاردة. خلاص يبقى افتكر ان الوحدة الأولى كانت اللي عملها من مملكة الشمال، لكن الوحدة التانية الملك كان من مملكة الجنوب. منين بالظبط من مملكة الجنوب؟ من مدينة طيبة. طيبة دي اللي هي ايه النهاردة؟ اللي هي محافظة الأقصر. وقدر الراجل اللي هو اسمه مينا ده يوحد البلاد على يده. لما وحد البلاد ما طبيعي لازم اعمل لنفسي عاصمه، زي ما اول ناس عملوا عاصمه اللي هي كانت اونهيليوبلس، انا كمان اعمل لنفسي عاصمه اسمها منفر او منف، بس قولها زي ما الكتاب كاتبها لك اللي هي منفر. طبعا عملها ليه؟ لتكون عاصمه للبلاد. فممكن يجي لي سؤال في الحته دي تقول لي بما تفسر قيام الملك مينا ببناء مدينه منفر، اقول له لتكون عاصمه للبلاد. ومن هنا بدات مصر او يتسجل تاريخ مصر العظيم. خلاص كده. طيب احط لك هنا ما النتائج المترتبه، اقول لك ما النتائج المترتبه على وحدة الملك مينا أو قيام الملك مينا بتوحيد البلاد للمرة الثانية. إيه اللي حصل لما الملك مينا وحد البلاد للمرة الثانية؟ تقول لي حيث قام ببناء مدينة منفر لتكون عاصمة للبلاد، و
بدأت بمصر مرحلة عظيمة من تاريخها القديم. بكده نكون انتهينا من درس النهاردة، وبالتوفيق يا رب للجميع.